امال يا عم صلاح السمك اللي انت كنت بتبيعه اول امبارح ده كنت جايبه منين؟ السمك لين يوم. اللي انت كنت بتبيعه اول امبارح. ده السمك دي ليه حكايه، بس حكايه كبيره قوي. هتضحك ولا ايه يعني؟ لا مش هضحك يا عم صلاح، كمل. السمك دي يا حاج ده النهار كنت شغال في حوض وجبت انتايه سمك تقلع حوالي يعني اطول من العصايه دي بشويه. ايوه كمل يا عم كمل يا عم صلاح، كمل. ما هو انت هتضحك مش هتكلم. لا هتكمل مش هنضحك. طب ماشي، فاهم روان؟ لا مفيش حاجه يا عم صلاح. وانتايه السمك دي طلعت منها البطاريخ. اه البطاريخ مرت حله من بتاعه الغسيل بتاع زمان. ايوه. فحطيت واحده في الثلاجه ورحت مطيب واحده وايه وواكلها. اتار البطاريخ محضره وجاهزه. المهم جينا انا بعد ما اتغديت بالبطاريخ كده نمت وبصيت لقيت حالك ايه بياكلني كده، فقمت بتف كده. كمل يا عم صلاح، كمل يا عم صلاح. قمت لقيت حالك بياكلني كده فتفيت. بصيت طبعا التف جبت تفتها في الشارع، لقيت قراميط بتجري في الشارع من هنا. السلام عليكم. اهو كده تمت. اترزع بقى اقعد بقى، لقيت قراميط بتجري فين؟ في الشارع. رحت لامم القراميط اللي فين؟ اللي في الشارع. ورحت يا دوبك حطيت عليهم شويه ميه كده كمطشت وبتاع ورحت مظبط ايه حالي. اتار البطاريخ اللي فايضه اللي محطوطه في الثلاجه الثانيه ايه اشتغلت بقت قراميط. دخلت لقيت لك الثلاجه بتعمل كده. احنا عندنا ثلاجه من ايام الملك فاروق، الثلاجه ديت الباجور يدور من جواها. اكدب ايوه صح احنا كنا ما انت شفتها. ايوه يا جدع كنا منها. شفتها. ايوه الثلاجه دي من ايام الملك فاروق يا حاج، الباجور بيدور من جوه كده. وافتح الثلاجه القلق قراميط. فرحت بقى يا حاج، رحت عامل بقى مصنع. كمان ايه رايكم؟ ابيض. المزرعه دي لا انت ما اكلتوش منها؟ انا اكلت بس ما اعرفش. لا يا حاج ما انا مش هوريك المزرعه. انت عارف اصغر قرموط طلع من اللي انا باخدهم من حنكي كده قد ايه؟ ماشي؟ فيهم قرموط طلع 13 كيلو و200. يا نهار ابيض يا عم صلاح. الله 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 الله. اقل وزن فيهم 3 كيلو ونص. الله 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 لا اله الا الله. وسبحان الله بس لسه حاجه بتكون في ضرس بقى مش عارف ضرس ولا ايه. انت ايه؟ هو انا بكذب بجد؟ لا يا عم. انا بكذب لا انا بكذب بجد؟ لا كده انا حل. يلا يا عم كده كويس. يلا سلام عليكم. سلام. نعوز السمك يبقى تعالوا لي. ماشي.